حبايبي جايلكم النهارده بكل رفايع المطبخ. الرفايع والعلب بتاعه التلاجة والبلاستيكات والبولات والاستانلس وكل حاجه انا استخدمتها، واقول لكم تجربتي فيها والمميزات والعيوب اللي انا اكتشفتها من خلال تجربتي. اول حاجه انا حبيت ان انا ابدا معاكم بقطم التوزيع. تمام. الطقم دوت انا يعتبر يعني بستخدمه كل يوم. بس الطقم ده 12 قطعة، بيبقى 11 قطعة اللي هي المعالق والفرش والكلام ده، والقطعة ال 12 اللي هي العلبة بتاعته اللي هي ايه بنشيل فيها الحاجات دي كلها اللي انتوا شايفينها دي. تمام. العلبة بتاعته تبقى مخرمة من تحت عشان برضو لو غسلتي القطقم دي مثلا وحبيتي ان انت تصفيها ما تصفاش مثلا في المصفى، تصفيها هنا بتنزل كل المية اللي فيها. كخامة عايزة اقول لكم ان هي تحفة والسيليكون بتاعها ممتاز. العيب بس اللي انا يعني هو مش عيب، هو المفروض ان احنا نحافظ عليها. المعالق مثلا لو نسيتها مثلا في الطاسة سواء مثلا بتسخن او بشوح حاجة ونسيت المعلقة او الشوكة او الخشب بتاعها بيتأثر بالنار طبعا، فبتعلم فبتعمل زي لون لسعة كده، لون غامق في الخشب. بس المضرب بقى السيليكون هو ده اللي فيه المشكلة. المضرب فك من اليد بتاعته. تمام. بس هو ليه حل ان هو هيتلزق. يعني انا صاحبتي جايبه نفس الطقم ده برضو وحصل معايا نفس الموضوع ولا زقته، بس انا قبل ما الزقه حبيت ان انا اوريكم ان هي بصوا فكت. بس لما يعني بحطها تاني وبستخدمه، انا مش هقول لكم ان انا دكنه، لا انا بستخدمه عادي برضو ما بتطلعش من مكانها. انا بس لما باجي اغسلها ولا حاجه او اضغط عليها بلاقيها طلعت من اليد بتاعتها. لكن كاستعمال هنا كنت بوريك اهو لا بيستحمل برضو وكويس. فانا هلزقها برضو وهقول لكم برضو يعني اللزق لزقها كويس ولا لا. بس لكن كاستخدام السيليكون نضيف جدا وشكلها شيك جدا في المطبخ، انا حاطاه عندي على الرخامه. عايزه اقول لكم ممتازه. بس ده كده كان اول طقم. الطقم التاني ده 5 قطع انا كنت جايباها من ايكيا، كان عباره عن معلقه والمغرفه دي والقطعة دي اللي انا بطلع بيها المكرونة البشاميل او الجلاش، وفي القطعة بتاعة المكرونة الاسباجيتي واخر قطعة دي اللي هي الماسك ده. بس عايزه اقول لكم كاستخدام برضو جميل وتحفه، وبستخدمه مع الحلل التيفال والحلل الجرانيت والسيراميك ممتاز، ما بيقشرش الحلل ولا اي حاجه. بس هو بيغير لون حاجه بسيطه جدا. مثلا مع الكاري مع الكركم. عملت مره كركديه لا كركديه فأثر شوية باللون بس كده. وجايبة الطقم ده، ومش طقم جايباه بالقطع برضو، ده من زهران. برضو بستخدمه مع الحلل الجرانيت والسيراميك وكده، ما يعني مش بيجرح الحلل. ده جايباه بالقطع وحبيت ان انا اختار القطع اللي انا هستخدمها. هو فيه برضو بيتباع طقم على بعضه فيه كل الاشكال. تمام. وبيبقى معاه الستاند بتاعه، بس انا حبيت ان انا اجيبه بالقطع بس. والشوكة دي برضو بطلع بيها اما بكون بقلي حاجة بحمر حاجة، بطلع بيها مثلا الفراخ، لحمة بحمرها، حمام، الكلام ده كله. بس طبعا ما تنسوهاش في الزيت لانها هتتأثر بالحرارة وهتلاقوها ساحت بس. وجايبة بقى الطقم ده تركي 18 على 10، ماركة اسمها نهير. ده ستانلس حلو قوي 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 قوي. الستانلس بتاعها بيلمع وجميل وتحفة. جايبة منه ال3 قطع دول، الشوكة والمعلقة واللي هي المصفى دي. بس جايبة بقى المصفى دي من ايكيا برضو. ده الكبيره اللي هي بتبقى واخده طول. دي جايباها حاطه فيها القطقم التوزيع دي زي ما انتم شايفين، بتبقى مخرمه من تحت برضو عشان لو غسلت حاجه وحبيت ان هي تتصفى وكده بحطها على طول في المصفى. تمام. وجايبه منها اللي هي الصغننه دي، الصغيره دي قصيره بس واخده ايه عرض. التانية واخده طول، دي حبيت ان هي تبقى القطم التوزيع. والصغننه دي حبيت ان هي تبقى للطقم المعالق والشوك والسكاكين اللي هي بتاعت الاكل وكده. بس ده كده الأطقم اللي أنا كنت جايباها. تمام. جايبة بقى تاني حاجات تاني اللي هي الفرد يعني بالقطعة. هوريكم برضو جايبه هنا كام نوع كده حلوين برضو. دي اللي انا كنت جايبها برضو من ايكيا، كسيليكون بتاعها حلو وممتاز. بس اليد بتاعتها انا كنت بوريكم ساعات برضو بنساها في الطاسه او الحله فبتسيح عشان هي بلاستيك طبعا اليد بتاعتها، لكن من فوق السيليكون بتاعها ممتاز ممتاز ممتاز. وما بتتاثرش باي لون، يعني زي ما انتم شايفين كده كانها جديده. ومع ان انا برضو بستخدمها كتير. بس المعلقه دي برضو هنا كنت بوريكم ان هي نفس النوع ده اللي هو طقم التوزيع الاحمر، بس انا كنت جايباها بالقطعه. هي برضو ممتازه وجميله والسيليكون بتاعها حلو. بس انا كنت بوريك ان انا ايه كنت عامله رز بسمتي بالكاري وكده. فلقطت لون برضو فقعدت ادعكها كتير برضو مش راضيه تطلع. لكن كسيليكون ممتازه. والحاجات دي طبعا كل فتره ايه بتتغير. وجايبه برضو المعلقه دي جميله جميله جميله. بس وجايبه كمان دي من نيوفلام. هي السيليكون بتاعنا كنت بوريكم ان هي خفيف شويه، بس كاستخدام برضو حلوه. اليد بتاعتها حلوه، ساعات بنساها برضو في الطاسه او في الحله. مش بتسيح عكس التانيين.
اللي هي بتاعت ايكيا، اللي هي البلاستيك اليد بتاعتها، واللي هي الخشب. بصوا الخشب هنا دي برضو السيليكون بتاعتها كانت حلوه، ودي كانت رخيصه برضو، يعني بتاع حاجه و20 جنيه، ما كانتش غاليه اللي في ايدي دي. بس بصوا الخشب بتاعها برضو لما بنساها بتعلم عادي كده، زيها زي التانيين. اي يد خشب طبعا بتعمل حاجه زي كده على طول، بتأثر بالحرارة. ودي كنت جايباها برضو من ايكيا، جميلة جدا. فانا كده عندي دي اللي هي الفرشة دي، والفرشة التانية اللي هي جاية مع الطعم الاحمر. عايزة اقول لكم بقى ان في كل ده، شايفين بقى اللي في ايدي دي ما جابتش 40 جنيه. عايزة اقول لكم انها كانت ب 30 جنيه حاجة، و30 جنيه. بس عايزة اقول لكم تحفة تحفة. هي كلها سيليكون بقى، كلها كده قطعة واحدة، جميلة جميلة جميلة. فانا قلت لما انزل تاني ولو لقيت نفس النوع ده، عشان هي فيها انواع منها كتير، هجيب منها تاني كام واحده كده. بس وجايبه معلقه واحده خشب، لان انا مش بستخدم مع الجرانيت او السيراميك او التيتانيوم اللي عندي معالق خشب. الخشب ده انا جايباها للحلل الستانلس، فجايبه معلقه واحده بس. تمام. هي دي كانت ايه المعالق بتاعتي والاطقم اللي انا جايباها. بس هنيجي هنا بقى للرفايع. اول حاجه انا وريتكم اللي هي بتاعت قطعه البيتزا دي بتبقى اتنين في بعض كده، واحده عاديه وواحده مشرشره. تمام. بيتزا بقى، الجلاش، الكلام ده كله. هنا كنت بوريكم المقشره بتاعت البطاطس، اللي انا مؤخرا بقيت استخدمها في ايه، في تقوير البتنجان. لو كنت شفت الفيديو ده، عايزه اقول لكم ان انا بقور بيها البتنجان دلوقتي. وده اللي هو السكوش اللي هو بتاع اللحمه. عايزه اقول لكم تحفه تحفه، اللحمه والستيك يعني، ان انا بكون عايزه ارقق بيها الستيك بتاعي، فحلوه. بس هنا بقى هرسه التوم دي، عايزه اقول لكم ممتازه. دي برضو كنت جايباها من ايكيا، حلوه جدا جدا. يعني انا كان عندي الهون رميته، استغنيت عن الهون بصراحه. بس طبعا طعم المقصات المفروض طبعا نجيب على الاقل مقصين، واحد يبقى كبير وواحد صغنن. انا عندي ثلاثه، الطقم ده كان ثلاثه مع بعضه، ثلاثة. وعندي كمان واحد عاملاه للسمك لما باجي انضف السمك كده، ده لوحده ما بعملش بيه اي حاجة تاني غير تنظيف السمك. بس المعالق البلاستيك دي طبعا حلوة، مش لازم شرط يكون في بيبيهات في البيت. دي بستخدمها برضو في العسل، عشان ما ينفعش ان احنا نحط المعالق اللي هي الستانلس دي في برطمان العسل ناخد منه. فبستخدمها في برطمان العسل او المعالق الخشب. بس هنا بقى كنت بوريكم السكاكين اللي انا جايباها بالفرط دي المشرشره دي، حلوه قوي 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 في تقطيع السلطه. وبتنفع معايا برضو في الفينو لما اجي افتح السندوتشات وكده. بس وطعم السكاكين ده عايزه اقول لكم حامي وحلو جدا، الستانلس بتاعه نضيف، والسكينه نفسها حاميه، مش بتبرد خالص. دي كنت جايباها برضو من ايكيا، اللي هما الاتنين مع بعض، الكبيره والصغننه. دي بقى كنت جايباها من تيفال، ممتازه ممتازه ممتازه. بقطع بيها الفراخ، اللحمه، الارانب. عايزه اقول لكم حاميه وجميله ما شاء الله. تمام. بس ده بقى الطقم اللي هو بالستاند بتاعه اللي انا حاطاه على الرخامه. عايزه اقول لكم هو كان غالي شويه شويتين ثلاثه، بس عايزه اقول لكم ممتاز ممتاز. يعني بصراحة أنا بخاف أستخدمه، عشان خايفة إن هو يعني يبوظ بصراحة، أو شكله يقدم شوية. بستخدمه بس مش كتير. تمام. عايزة أقول لكم تحفة جدا، والسكاكين بتاعته حامية قوي قوي قوي. يمكن كمان اللي بيخاطر إن أنا أستخدمه السكاكين بسبب إن هي حامية. ده كان من كركماز، نفس ماركة الحلل الستانلس اللي أنا وريتها لكم في فيديو، يعني في فيديو الحلل. اللي ما شافش الفيديو يقدر يرجع للقناة ويشوف الفيديو. بس ده كان أشكال السكاكين دي، اللي طبعا دي بتاعة العيش وكده. فان انا كنت بوريكم الاشكال. ده بيبقى 6 قطع، 5 قطع السكاكين، والحامل ده بيبقى قطع، ده كده 6 قطع. الخشب بتاعه تحفة. بغسله عادي بسبونشة كده، بنضفه يعني الخشب من بره، عشان لو عمل دهون من البوتاجاز وكده. طبيعي اي حاجة في المطبخ بتلم دهون. وبنشفه برضو بحتة كده، قماشة كده بتاعة المطبخ. فوطة بقى، قماشة، مناديل، وايبس، اي حاجة يعني. فوطة كده تبقى مندية، حاجة بسيطة، وبنشف بيها الخشب. بس هنا بقى كنت بوريكم اشكال المعالق الفرط اللي انا جايباها، اللي انا بحطها في الدرج، في المنظم اللي هو بتاع المعالق. تمام. جايبه اللي هي المعالق اللي هي الجولد دي، جايبه منها المعالق والشوك اللي هي واخده نقشه من اليد بتاعتها. انا كنت بقرب لكم المعلقه عشان اوريكم النقشه. والمعالق الصغنونه دي بتاعت الشاي، دي جايبها برضو فرط كده. والشوك دي برضو فرط. الطقم التاني بقى ده اللي انا ماسكه في ايدي ده طقم على بعضه، ده كان 30 قطعه. ده بقى فيه شامل كل حاجه بقى، المعالق الكبيره والسكاكين بتاعه الاكل، والشوك الكبيره والشوك الصغيره، والمعالق الصغيره اللي هي بتاعه الحلويات. عايزه اقول لكم الطقم ده ما بيغيرش لون، ممتاز وتقيل. انا بص انا كنت بقرب لكم، تقيل جدا جدا. هو في طبعا انواع كتير في السوق، في الخفيف وفي اللي هو التقيل. لا، جميل 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 جميل. يعني برضو انا استهلكته كتير جدا، يعني كل شويه مثلا اشيل اطلعه، استخدمه شويه اشيله واطلع الطقم التاني اللي استانلس وكده. بس انا الطقم اللي استانلس برضو هوريكم دلوقتي، جايباه برضو ماركه كركماز، غالي 18 على 10 ونضيف جدا الاستانلس بتاعه. اللي انا حاطاه في المصفى اللي هي الاستانلس اهي، هوريكم دلوقتي. انا الكركماز جايبه منه طقم الحلل،
والطاسة، وطعم السكاكين والمعالق بتاعته ممتازة، وشكلها شيك كده وكيوت كده، حلو قوي قوي قوي. والستانلس بتاعهم برضو بيلمع وجميل. انا هنا اهو كنت بوريكم اسم كركماز اللي هي محفورة على المعلقة، وان هي محفورة عليها 18 على 10. طبعا معروف الستانلس 18 على 10 بيبقى انضف حاجة. بس ودي السكاكين بتاعته. ده انا حاطاه هنا في الصفاية دي. بس ومعاه الشبك اللي هي الصغنطوطة دي، والشوك الكبيرة. ما بيجيش معاه معالق صغيرة اللي هي بتاعة الشاي دي أو بتاعة الحلويات، هو بيبقى 24 قطعة. بس طبعا الطعم ده غالي، معروف. ده أنا حطاه. والتانيين بقى دول اللي أنا حطاهم في درج المطبخ. ما هو طبيعي أنت هتجيبي طقم نضيف شوية، والطقم التاني الرفيع اللي أنت بتجيبيها يعني كاستخدام يعني يوميا، بتجيبيها طبعا إيه على حسب بقى المقدار. وجايبه الطعم الجولد اللي انا وريته لكم ده برضو يعتبر غالي. وجايبه التانيين دول الفارت دول اللي هو الستانلس، دول كانوا من نوفيل تحفه، و18 على 10 برضه. هنا بقى كنت بوريكم الرفايع، الطقم اللي هو المصفات دول 3 قطع مع بعض حلوه قوي. ومضرب البيض الستانلس طبعا. والمصفى اللي هي بتاعه البطاطس دي. عايزه اقول لكم بقى المنخل بتاع الدقيق ده، انا بالنسبه لي مش حلو خالص ولا عملي بجد بجد. انا لما باجي يعني انخل الدقيق بنخله بالطقم اللي هو المصفى دي. بس وهنا كنت بوريكم بقى المبشره دي، كنت جايباها برضو من ايكيا. والكنك ده كنت جايباه برضو من كركماز، حلو قوي قوي. جايبه المقاسات كلها. انا هنا وريتكم اصغر مقاسين، ده مقاس صغنن والتانية دي اكبر منها، وجايبه كمان المقاس الاكبر. بس وكنت بوريكم هنا طقم المعيار ده حلو قوي. وقطعت البيض طبعا. ودي الفرش اللي هي بتاعت تنظيف البوتاجاز، دي بتبقى سلكة كده حلوة قوي في تنظيف البوتاجاز. فكل دي يعتبر رفاهية. والفرش دي حلوة مثلا بتنفع على الحوض بتاع المواعين. اما تيجي مثلا تغسلي اطباق ولا حاجة، بتنزلي مثلا اي حاجة في الاطباق وكده قبل ما تغسليها بالاسبونشة. بس والفرشة دي برضو الصفرة في اخضر دي حطها برضو على الحوض. والمساحة دي اللي هي بتاعت الازاز دي حلوة، بعمل بيها الرخام لما يكون عليه مية وكده، بيسهل معايا الموضوع. بس وانا وريتكم بقى المصفى السوداء دي اللي بحط فيها لما بكون بغسل معالق وكده بصفي فيها. والاسياخ اللي هي بتاعه الشيش طاووق دي. دي برضو من ضمن الرفاهية. هنا بقى كنت بوريكم المشابك دي حلوه قوي لما اكون مثلا فاتحه كيس مكرونه مثلا، خدت منه شويه وعايزه اقفله علشان ما يخشلوش اي حاجه، او ان كيس دقيق الكلام ده كله، كيس سكر. بقفل بيه الاكياس حلو قوي وعمليه، وتبقى مقاسات بقى في المقاس الصغنن والمقاس الكبير وكده. بس الاكياس دي برضو تحفه. الكيس ده الباكت ده بيجي على بعضه في 100 كيس كده. لما يكون مثلا في حاجه متبقيه وحطها في طبق في التلاجة، بطلع الكيس ده واغطي بيه الطبق. بس ولو عندكم طبعا اير فراير وكده، الورق الزبده ده طبعا تحفه. أنا هنا كنت بوريكم المقاسين بتوعنا، جايبه المقاسين عشان القلايه وكده. بس وهنا بقى الاكياس اللي هي بتاعت التلاجة دي، بس دي انا بستخدمها في الفريزر بصراحه. بحبها ان هي مثلا بحط فيها الحاجه وبقفلها على طول، سهله الفتح والقفل. وطبعا جايبه الاكياس العاديه اللي هي بتاعت التلاجة. بس الاكياس دي انا بستخدمها في الفريزر بصراحه، بكون حاطه بفرز طماطم، بانيه، فراخ، الكلام ده كله حلو قوي. بس هنا بقى الاطباق الصغنطوطه دي، الاشكال دي انا جايبها للرز مثلا، بغرف فيها رز الكلام ده. والاطباق اللي هي الصغنطوطه دي حلوه، مثلا هضرب بيضايه، هتبل حاجه صغنطوطه كده. فالاطباق دي ايه لا غنى عنها في كل بيت. بس وطبعا الامه. والطبق ده بينفع للصوصات على السفرة وكده. والاطباق دي كنت جايباها من ايكيا، تحفة جميلة جدا. والطبق الستانلس ده كنت بقول لكم انا جايبه واحد بس، ليه بقى؟ عشان لما باجي اعمل محشي بحطه على المحشي كده قبل ما اغطي الحله كده. وطبعا الشاليمو، طبعا الشاليموات الكبيره دي للمانجا، عصير المانجا وكده. والشاليمو الصغنن ده لو جاي لك اطفال، او انت لو بتحبي تشربي البيبسي او العصاير بشاليمو برضو حلوه. وكوبايات البلاستيك دي طبعا عشان لو عندي اطفال فجايبه منها برضو. وبصوا الاطباق دي برضو كده بتيجي من الست كده على بعضه، بيبقى 6. 3 صغيرين و3 كبار. دول بحطهم جنب البوتاجاز عندي، مثلا بقلب بمعلقه ولا حاجه، واحط المعلقه اسندها عليها بدل ما اسندها على الرخامه وتوسخ لي الرخامه. بس انا كنت بوريكم الطاسه الصغنونه دي علشان طشه الملوخيه حلوه قوي 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 بصراحه. كيوت كده وصغنطوطه. بس وهنا حامل المناديل والشفشق البلاستيك ده كنت بوريكم برضو ان هو حلو. وفي القطعة اللي جوه دي عشان مثلا لو حاطة شرايح ليمون، حاطة أي حاجة بتنزل بقى هنا كده في المصفى دي. كنت بقولكم إن هي بتتشال وبتتحط تاني. واللي هنا الحامل ده معاه الإزازتين دول اللي هما بتوعة الزيت والخل. طبعا في أشكال كتير جدا في السوق، بس هو الشكل ده اللي عجبني. بس أنا الزيت كان خلصان، فكنت بعت أجيب زيت عشان خاطر أملى الإزازة تاني. بس عايزة أقول لكم شكلها شيك قوي على الإيه، على الرخام. بس هنا بقى البطرمان ده كنت بوريهولكوا. بص ينفع إن أنا أحطه كده بزاوية،
وينفع ان انا اوقفه كده. شايفين حلو قوي، جايبه منهم اتنين، حاطه في واحد السكر، وحاطه في واحد الدقيق، ممكن تحطي في اي حاجه. كنت بقول كمان البطرمان بتاع السمنه حلو قوي، ومحكم الغلق وكده بحط فيه السمنه بتاعتي. بس انا نسيت اوريكم الاشكال دي حلوه، لما بكون عامله كابتشينو وعامله نسكافيه وكده برش بقى عليها شويه اسمه ايه يا ربي نسيت، والله نسيت. المهم ان هي بتعمل اشكال. بترش مثلا لما تكون عامله نسكافيه وعايزه ترش تعملي شكل كده بيه، بترش بقى شويه نسكافيه او كاكاو كده يعني. بس هنا بقى دخلنا على القطن بتاعه التلاجة. تمام، انا جايبه الشكلين دول من زهرون. الاولانيه دي كانت غاليه شويه وبتتباع بالقطعه، جايباها بالقطعه، جايبه منها 3 مقاسات. البلاستيك بتاعها حلو قوي وتقيل شويه. تمام، وجايبه بقى اللي هو الطقم الصغنن ده بيبقى اخف شويه بسيطه، بس ده انا جايبه لك جبن وكده، اللي هو الطقم اللي هو ال3 قطع الخفيف ده. جايبه، هو بيبقى 3 قطع، دول المقاسين الصغننين، وفي المقاس الاكبر حاطه فيه الجبنه، هبقى لكم في التلاجة. حلو قوي 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 للجبن واللانشون والجبنه الرومي والكلام ده. والعلب التانية الكبيره دي اللي انا بقول لكم ان هي اتقل شويه دي، لو اتبقى مني اكل بتاع الكلام ده كله بحط ايه الاكل فيها واحطها في التلاجة. تمام، ما بتغيرش لون، وجميله جدا جدا جدا، وبتحفظ الاكل، وبتحافظ على الجبن كويس جدا. بس جايبه بقى كمان الطقم العلب الصغنونه دي برضو، دي ماركه اسمها كيرفر باين. عايزه اقول لكم ان هو حلوه قوي برضو، بيبقى 3 قطع مع بعض. وهنا كنت بوريكم بصوا الغطيان بتطلع بالعافيه، يعني محكمه الغلق جدا. والبلاستيك بتاعها بصوا ما بيغيرش لون خالص، حتى لو حاطه فيها ايه، مجرد ما بغسلها اللون بيطلع على طول، ما بتغيرش لون. وجايبه المقاس ده، دي كان مقاسها لتر متهيألي، والتانية اللي هي المدورة الصغننة دي نص لتر بس. وجايبه منها كمان المربع ده. انا جايبه بقى من كل علبه علبتين 3 براحتك، على قد ما قدرتك وعلى حسب ما انت تحبي برضو. بس ده كده اخر شكل انا كنت جايباه، اللي هو المربع ده من نفس الماركه بس. وجايبه بقى الطعم ده بتاع ايكيا معروف، ده برضو حلو. في برضو الاشكال دي كلها برضو بتسهل معايا الموضوع في ايه. اتبقى شوية طبيخ مثلا احط في العلبة، اتبقى شوية رز احط في العلبة، شوية سلطة احط في العلبة، حتة جبنة، شوية زيتون، الكلام ده كله. فاحجام العلب دي جميلة وبتسهل معايا ايه، ان انا احفظ الحاجة على طول في التلاجة، بدل ما احط مثلا ايه شوية طبيخ مثلا اتبقى احط الحلة جوه التلاجة، اكيد لا. فالعلب دي حلوة، والاشكال اللي فيها والمقاسات اللي فيها ممتازه. بس انا يمكن جايبه شويه علب يعني اشكال مختلفه وكده، بس ايه، بدل ما اقعد اهلك في طقم طقمين، لا، طب ما انا يبقى عندي كذا طقم. يعني ايه، هيشيلوا بعض، القطن مش هتبوظ بسرعه، والحاجات دي كده كده بلاستيكات، كل فتره بنغيرها بسرعه، وطول ما انت محافظه عليها الحاجه هتقعد معاكي مده اطول. هنا بصوا العلب دي برضو كمان جميله، هما بيبقوا 4 مع بعض، والغطيان بتاعتها هنا محكمة الغلط. انا هنا بصوا بحاول ان انا يعني افك لكم الغطاء واقفله تاني عشان تشوفوا قد ايه ان هي محكمة الغلط. العلب دي كانت من ميانترا، جميلة 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 جميلة. بحط بقى فيها الطحينة، مثلا متبلة شوية بانيه بقى كده واتبقى كام قطعة، بدل ما اشيلهم في كيس مثلا او في علبة كبيرة، لا احطها في العلبة واقفل عليها واحطها عادي في الفريزر، مفيش اي مشكلة. وجايبة بقى الطعم الازاز ده، دي ماركة اسمها سيرف باين حاجة كده، أنا والله مش فاكرة. بس عايزة اقول لكم جميلة جميلة، بس الازاز بتاعها تقيل يعني. بصوا عايزة يعني عناية شديدة بصراحة. المقاسين، وبصوا ما بتاخدش برضو مني مكان لما باجي اخزنها في الدولاب، بحط العلب كده جوه بعضها. في منها مقاسات، وفي مقاس كمان اصغر من ده، يعني اصغر من من الصغننه اللي انا حطيتها جوه العلبه دي بصراحه. حلوه، بحط فيها زيتون، بحط فيها حته جبنه، اي حاجه بقى، شوية عسل مثلا متبقيين، شوية طحينة، أي حاجة بحطها كده في العلب دي وبشيلها في التلاجة بس. والطعم ده برضو من ميانترا، بيبقى 3 قطع كده، حلو قوي قوي قوي. برضو بشيل برضو في حاجات، ساعات بعمل مثلا الجرجير، انا بحب مثلا افرزه في التلاجة بيقعد معايا بالكام يوم او بالاسبوع. بغسل الجرجير وانشفه، بحط بقى كده طبقة مناديل جوه العلبة، وبعد كده احط الجرجير، وبعد كده احط كمان منديل، واحط خلة اسنان، وبعد كده بقى في الغطاء. العلب دي بتنفعني في كده بصراحة، بخزن فيها الحاجات دي. عايزه اقول لكم ان الجرجير برضو بيقعد معايا فتره حلوه في التلاجة. تمام. طبعا انتوا عارفين الجرجير مجرد ما بيتغسل ويتحط بيدبل على طول، بس الطريقه دي انا جربتها، شفتها حد كان عاملها قبل كده فجربتها. عايزه اقول لكم ان هو بيقعد معايا ممكن فتره اسبوع في التلاجة. بس هنا بقى الطعم ده بيبقى طلع 3 قطع كده زي ما انتم شايفين. الغطيان بتاعته بصوا الاتنين الصغنطتين دول محكمه الغلط، الكبيره دي مش قوي، بس عايزه اقول لكم كشكل تحفه. بس هنا كنت بوريكم علبة حاطة فيها الذرة الفشار، علبة حاطة فيها الأعواد بتاعة القرفة. العلبة الكبيرة دي مثلا بحط فيها نسكويك، نسكافيه، أي حاجة.
باحطها فيه، انتوا بستخدموه الاستخدام اللي تحبوه. والعلبة دي برضو جايباها حاطة فيها ورق اللورا، تحفة برضو. بصوا الطعم ده كمان كنت جايباه من ماكس، تمام؟ هو احجام مختلفة، هو مش طعم على بعضه، يعني احجام مختلفة. جايبة مثلا العلب الصغنونة دي بحط فيها النشا، احط فيها اي حاجة توابل مثلا. فانا جايبة الصغنونة دي، جايبة منها كام واحدة، والمقاس الاكبر ده حاطة فيه الملح اللي انا بغسل بيه الفراخ والكلام ده كله. جابت كام واحدة برضو. والطويلة دي حاطة فيها المكرونة الاسباجيتي، يعني أي نوع مكرونات، أي نوع مثلا بقوليات عايزة تحطوها حطوها. بس وجايبة طقم تاني اللي أنا حاطة فيه الرز والكلام ده كله، هبقى أوريكم إن أنا نسيت أصوره خالص في الفيديو ده. هوريكم في الفيديو الجاي، وهوريكم طقم التوابل بتاعي والطقم بتاع الشاي والسكر والكلام ده كله. بس الازايز بقى، انا جايبه الازايز دي برضو من ايكيا. الغطا بتاعها بيبقى سيليكون، دي بحط فيها اللبن مثلا في التلاجة. بحط فيها عصاير. تحطوا فيها ميه براحتكم. وجايبه الازايز دي اللي انا لسه جايباها من قريب وصورتها لكم برضو. دي بتبقى اكليريك، والغطا بتاعها محكم الغلق برضو، جميله برضو، ممكن تحطوا فيها ميه. رايحين الجيم برضو تحطوا فيها ميه. حاطينها في التلاجة تحطوا فيها شويه عصير بتاع. فعايزه اقول لكم ان هي جميله. بس ودي برضو جايباها من ماكس اللي هي البلاستيك دي. عايزه اقول لكم برضو ان هي حلوه، بتنفع رايحه مشوار بتاع، هتحطي ميه في الازازه معاكي فحلوه. بس جايبه بقى الجار ده بتاع العصير، ممتاز. ده برضو كنت جايباه من ايكيا. جايبه منه كام واحد، وفي رمضان بقى بيبقى تحفه بقى. واحد تحطي فيه البلح باللبن، وواحد تحطي فيه التمر هندي، واحد تحطي فيه الصوبيا، اي نوع عصير. عايزه اقول لكم بيبقوا شيك جدا 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 على السفره. فانا جايبه كام واحد برضو حلوين. بس وبتبيعوا برضو بره في المحلات وكده. عندي واحد برضو بس والله مش فاكره ماركه ايه، برضو هبقى اصوره لكم. واكبر كمان من المقاس ده. بس وجايبه هنا بقى المعيار الازاز ده اللي هو من بايركس. عايزه اقول لكم جميل 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 جميل. اما اكون مثلا بعمل وصفه وعايزه مثلا ان انا ايه، اعاير مثلا سمنه مثلا ومسخناها على النار، بعاير فيه وبسخن ايه فيه. فهو حلو عشان كده بصراحه. بس ايه كمان، او بصوا المصفى دي بقى سيليكون، تمام؟ حلوه في ايه بقى؟ بصوا ان انا بصوا بقدر ان انا ايه اوسعها كده واضيقها، بحطها على الحوض، بسندها على الحوض. بدل ما احطها في الحوض منها على الحوض على طول، لا بسندها كده على الحوض، بتبقى حلوه وتوسعها براحتك وتضيقها براحتك. والسيليكون بتاعها نضيف وحلو، ما بيتاثرش بالحراره. بس انا كنت بقولك كمان الصواني اللي انا بستخدمها، اللي هي اللي انا بحط عليها الاكل، مش الصواني التقديم. صواني التقديم دي برضه هبقى اوريها لكم في فيديو تاني. تمام. عندي الاكليريك وعندي البلاستيك دي كنت جايباها من ايكيا، اللي هي الجري اللي لونها جري دي. وعندي الفوشيا دي جميله، جايبه منهم ثلاثه حلوين قوي قوي قوي. بحط عليهم الاكل. طبعا في يعني انواع كتير، وفي الملامين في السوق، وفي المدوره والمربعه والمستطيله. بس انا كنت حابه اللي هي الفوشيا دي، حلوه، جايبه منها كام واحده. دي يعني ده اللي انا بحط عليها الاكل كده، انا وجوزي والكلام ده كله. لكن لو حد جاي لي طبعا بحط في الاستانلس، اللي هي صواني التقديم. بس هنا بقى كنت بقولك البولات دي حلوه قوي في ايه بقى. بصوا في قطقم مثلا انتوا بتجيبوها، ما بيبقاش فيها البولات اللي هي بتاعت السلطه، او البوله الكبيره بتاعت السلطه. فالبولات دي المتوسطه دي تنفع في السلطه. شويه رز كده صغنطتين، شويه طبيخ. والبولات الصغنونه قوي دي، دي بتنفع في صوصات بقى، شويه كاتشب، شويه مايونيز، شويه طحينه، شويه زيتون مخلل، شويه مخلل كده يعني. بس هنا بقى كنت بوريكم العياشه دي اللي فاتت دي. دي عياشه اللي انا ماسكاها في ايدي دي بحطها على السفره. بحط بقى فيها التوست، بحط فيها العيش كده على الفطار او في العشاء، شكلها تحفه قوي قوي قوي. احلى من البلاستيك طبعا. بس والطبق الكبير الازاز ده انا جايباه للسلطه. ليه بقى؟ زي ما قلت لكم في اطقم انا جايباها مثلا بتبقى 18 قطعه مثلا، تمام؟ ما بيبقاش معاه البوله الكبيره، او 24 قطعه، ما بيبقاش معاه البوله الكبيره بتاعه السلطه. فالبوله دي اساس ان احنا نجيبها، بتنفع ان احنا نحط فيها السلطات والكلام ده كله. بس هنا بقى كنت بوريكم البوله الستانلس دي. العجانه دي حلوه، بعجن فيها، بنقع فيها شويه فراخ مثلا منضفاهم، سمك، الكلام ده كله. والمصفى الستانلس دي طبعا ده لازم 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 نجيبها في مقاسات مختلفه. طبعا انا البوله الستانلس دي جايبه منها 3 مقاسات، بس المصفى جايبه المقاس ده بس. هنا بقى كنت بوريكم المصافي البلاستيك الصفرا دي. عايزه اقول لكم ان هي كيوت قوي، وبايدين كده، وليها رجول كده بتحطيها على الرخامه، تحفه قوي قوي قوي. والبيضه الصغنونه دي جايبها برضو ان انا بكون بصفي قوطه مثلا. بصفي بقى القوطه مثلا، ضرب قوطه في الخلاط بصفي بيها. والصفرة دي طبعا جايباها، وجايبه مقاس اكبر كمان من الصفرة دي. ودي اللي هي بتاعت الرز، بكون بغسل شويه رز وكده، بغسل الرز بصفي بيها هنا الرز من الاخرام دي. بس والمصفى دي برضو ممكن تصفي فيها مكرونه، ممكن تصفي فيها خضار، تغسلي فيها خضار، الكلام ده كله. بس انا يمكن بكترها شويه في البلاستيكات، بس عايزه اقول لكم ان هي بتنفع.
والبلاستيكات انا جايباها كلها انواعها نظيفه، يعني الحمد لله ما شاء الله يعني، انواع نظيفه عشان تعيش معاه ويكون برضو البلاستيك الصفة بتاعها البيضة صحي. دي برضو حلوة قوي، بصفي فيها الخضار، بغسل فيها الخضار وبصفيه. دي كنت جايباها برضو من ايكيا، جايبة منها 3 قطع حلوة قوي، ولونها الابيض ده ما يعني ما بيغيرش لون برضو، بس وتنظيفها برضو سهل. بس هنا بقى البولة دي حلوة قوي، دي انا جايباها لما بحب اعجن حاجة مثلا واسيبها ان هي تتخمر وكده، بغطيها بقى بالغطا ده، عايزه اقول لكم ممتازه ممتازه. وممكن بصوا بقى بشيل بس القطعه اللي فوق دي كده اللي انا شلتها دي، وبسيب الغطا كده وبنزل منه مش الهاند بلندر، المضرب بتاع الكهرباء. بكون مثلا بضرب حاجه ومش عايزه الحاجات دي مثلا تطلع بره البوله وتبهدل الرخامه، فبشيل بس القطعه اللي فوق دي، وبضرب بقى كده بمضرب الكهرباء، واحط بقى ايه بقيه الحاجات بتاعت اللي انا ايه بستخدمها وكده يعني، ان كان دقيق، بيض، ملح، سكر، فانيليا، الكلام ده كله. فعايزه اقول لكم ان هي حلوه، وشفت الغطا بقى بتاعها محكم الغلط، يعني محكم الغلط جدا جدا جدا. بس دي كانت تركي برضو حلوه ونظيفه. بس وجايبه بقى هنا كده الثباتين دول، دول ممكن احط فيهم خضار، بحطهم في التلاجة حلوين قوي. وممكن برضو تحطوها على الرخامه بتاعه المطبخ وتحطوا فيها شويه فاكهه، الكلام ده كله. بس وجايبه بقى الاطباق دي من ميانترا حلوه قوي برضو. بغسل يعني طول ما انا بطبخ وكده بغسل فيها الخضار وكده. والاطباق دي كلها برضو. بس الحاجات البلاستيكات دي برضو بتنفع، يعني مش هنقول ان هي كترها وحش، لا حلوه بتنفع. مثلا هتقطعي بصلايه، هتقطعي شويه خضار بتاع، هتسندي عليها، الكلام ده كله. بس وجايبه بقى البولات دي برضو، جايبه بصوا احجام مختلفه، انا بوريكم الاشكال والانواع برضو. فالبلاستيكات دي كلها حلوه قوي. انا كنت يعني ما بنزل اشتري كده كنت بتعمد ان انا اجيب الحاجات ان مثلا ايه قرايبي صحابي استخدموها، شكروا لي فيها، الكلام ده كله، عشان برضو ما ارميش ايه الفلوس على الارض يعني. والحاجات دي برضو مش رخيصه، البلاستيكات دلوقتي بقت غاليه، وبالذات لما بتكون ماركه نظيفه وكده. بس والبولات الحمراء دي جميله قوي. في من دي نفس الماركه بتاعت الكوبايات، ونفس الماركه اللي هي كوبايات البلاستيك. ونفس ماركه الصينيه اللي هي بتاعت العشاء اللي هي الفوشيا دي اللي انا بقول لكم باكل عليها، حلوه قوي قوي قوي. بس والاطباق دي بقى جميله، بصوا هي طريه شويه، بس عايزه اقول لكم ان هي تحفه. كده فيديو النهارده خلص، لو ليكوا اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم.